السلام عليكم، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، سنة سعيدة عليكم يا رب وعلينا كلنا، ويكون فيها رخاء يا رب علينا. معاكم سارة سمير لأول مرة يشوفني، تعالوا بقى النهارده هنعمل الصينية العظمة القمر دي مع السلطة الحلوة دي، حاجة بجد تحفة. عايزة أقول لكم هتاكلوا أجنحة مبهرة، أول مرة في حياتكم تاكلوها بالجمال ده، كأنك بالظبط شويها على الفحم، طعمها رهيب. وعملنا معاها رز مبغر طعمه تحفة، وعملنا الدقوس معاها، وعملنا سلطة الزبادي، حاجة بجد عالمية. عايزة أقول لكم هتعملي أحلى غدا بأقل إمكانيات عندِك بالشكل اللي أنتم شايفينه المُبهِر ده. الأجنحة كان طعمها رهيب، وأنا عاملة الأجنحة دي يا جماعة علشان أنا باعشقها، بجد بعيد بقى عن التوفير، أنا باحبها جدًا، جدًا أكتر من الفراخ نفسها. يعني لو خيّرتوني بين فراخ مشوية وأجنحة مشوية هاقول لكم أجنحة. تعالوا بقى نشوف عملنا القمر ده إزاي. ما تنسوش بقى بلايك حلو كده للفيديو، والفيديو عجبكم شيّروه. معانا أول حاجة كده الخلطة اللي هنعملها نتبِّل بيها الأجنحة. معايا بصلاية كبيرة، عليها طماطماية، عليها قرن فلفل أحمر اللي هو الكُبّي الحلو، ومعايا برضه قرن فلفل أخضر كُبّي. دي بقى التتبيلة اللي هنعملها، ممكن تعمليها في أي مشاوي عندِك، بتخلّي طعم الفراخ بالضبط زي اللي أنتِ جايباها من برّه. شوفوا بقى معايا الخطوات كده وعملناها إزاي عشان تدّينا نفس الtaste بتاع برّه. والبهارات اللي إحنا حطيناها ما تستغنوش عن حاجة فيها، لإنها بتعلّي الtaste جدًا، جدًا، وهي دي البهارات اللي بيستخدموها محلات المشاوي. نزلت كده بالبصل على الطماطم على الفلفل في كَبّة، وهانزل عليهم بنُص كوباية مَيّة. ما عندكيش كَبّة هتحطيهم في الخلاط، مش شرط يعني تضربيهم في الكَبّة. البهارات بتاعتنا معلقة كبيرة ممسوحة من الملح، معلقة صغيرة مليانة من الفلفل الأسود، رشة جوزة الطيب، رشة قرفة اللي هي يعني حوالي ربع معلقة، معلقة صغيرة مليانة كاري، معلقة صغيرة من بهارات الفراخ مليانة، معلقة بابريكا مدخنة، ربع معلقة صغيرة من الجنزبيل البودر، معلقة صغيرة بهارات مشاوي لو موجودة، ربع معلقة من الحبهان المطحون اللي هو يعني طرف المعلقة كده. ما عندكيش افتحي فصين حبهان وحطيهم مع التتبيلة. ورق لورا مطحون، ما عندكيش حطي 3 4 ورقات من ورق اللورا كده كسريهم وحطيهم. وباخد الخلطة دي كلّها باضربها كويس جدًا في الخلاط أو في الكبة، تبقى بيوريه كده معايا بالمنظر ده. أنا هنا كنت هانسى الملح ورجعت حطيت الملح ليها، تمام. هادّي لها بقى ضربة كمان عشان الملح برضه إيه، يختلط معاها كويس. وبعد كده خلاص بقت جاهزة معانا التتبيلة بتاعتنا. غسل الأجنحة كويس جدًا. طريقة الغسل بتاعتي في الأجنحة، باجيب الجناح باقطعه على 2 بالشكل اللي أنتم شايفينه دوّة كده، وباعمل فيه فتحات بالشكل دوّة. وبعد كده باحط طبق كبير كده فيه مَيّة، حوالي لتر ونُص كده من المَيّة، وباحط فيها شرايح ليمون وعود قرفة خشب، وباحط فيها معلقة كبيرة مليانة من الملح، ومعلقة كبيرة مليانة من السكر، وربع كوباية من الخل. وبانقع فيها الفراخ بتاعتي على الأقل ساعة. وبعد ما بانقعها باطلّعها كده من المحلول اللي إحنا عملناه دوّة، ده اسمه محلول نقع. ولو عندِك ممكن تحطّي فيه كمان ورق لورا، وممكن تحطّي فيه حبّهان، أي منكهات بتعمل ريحة، قرنفل بتخلّيه حلو جدًا. وبعد كده باصفّيها كويس جدًا من المَيّة دي وباشطفها، وبابتدي أصفّي المَيّة منها تمامًا. بعد كده باحط لها التتبيلة زي ما أنتم شايفين، وباعمل فتحات في الجناح زي ما أنتم شُفتوا كده. الجناح كنت عاملة فتحة بالسكينة علشان التتبيلة تخش جوّه الأجنحة كويس جدًا، وكمان علشان تسرّع معايا عملية السِوَى. تبّلتهم بالشكل ده، دعكت الجوانح كويس جدًا بالتتبيلة بتاعتي. أنا هنا عاملاها من بالليل، هاشويها تاني يوم على العصر، تمام. أنا باحب أتبّلها كويس أوي، لإنها هتدّيكِ taste حلو جدًا. فكل ما تقعّديها في التتبيلة كل ما تبقى أحسن. أقل وقت ليها 6 ساعات، وممكن تقعّديها يوم كامل هتدّيكِ taste عالي جدًا. لفّيها بقى في كيس وحطّيها في التلاجة. هاعمل بقى الرز دلوقتي معاكم، وبعد كده هاخد الفراخ أحطّها على الجريلا. أول حاجة كده نزلت بمعلقتين من الزيت، هاحط مع الزيت معلقة كبيرة سمنة أو معلقة كبيرة زبدة، اللي أنتِ حاباه حطيه، يعني الاتنين هيبقوا كويسين وهيخلّوا معاكِ الرز طعمه كويس. بس أساسي إن إحنا لازم نحط زيت، تمام، يعني زيت ومعاه أي مادة دهنية تانية. هنا كنت باشرة بصلاية كبيرة كده حلوة، هابتدي أقلّب البصلية بتاعتي. أنا عايزاها اللي هي تدبل كده معايا بس ما تاخدش أي لون، باللون اللي أنتم هتشوفوه معايا دلوقتي دوّة. البصلاية دبلت معايا كده بالشكل دوّة. كنت مقطّعة هنا جزراية كبيرة كده باشراها، طبعًا هي اختياري بس تدّي طعم حلو جدًا للرز. هابتدي برضه أنزل بالجزراية وأقلّبها كده تقليبتين. وبعد كده كان عندي نُص كوباية كده من البسلة، وده اختياري، حابة تحطيه حابة مش حابة اكتفي بالبصل الجزر. هادّيهم برضه تقليبة على النار واشوّحهم مع بعضيهم. بعد كده هانزل بالرز، والرز بتاعي هنا أساسي لازم أسخّنه كويس جدًا واشوّحه مع الخضار دوّة. لازم حبّاية الرز تسخن، كل ما تسخن معاكِ هتطلع مفلفلة أوي معاكِ، ويطلع معاكِ الرُزاية برُزِّتها. بعد كده هنا كان عندي دي أكياس خلطة بتتباع جاهزة ب5 جنيه بطعم الفراخ، في منها بطعم الكاري، في منها بطعم اللحمة. الأكياس دي حلوة جدًا، أنا جرّبتها قبل كده وطلع طعمها حلو جدًا. هي فيها حوالي معلقتين، رُحت نازلة بيهم على الرز. وهاقول لِك دلوقتي لو مش هتعرفي تجيبي كيس الخلطة ده تعملي إيه.
هتستخدمي البهارات ديّة بديل بقى كيس الخلطة دوّة، اللي هي عبارة عن 2 لومي مجفف، ورقتين كده 3 من ورق اللورا، فصين حبهان وتفتحيهم كده بالنُص، نُص عود قرفة خشب، 3، 4 حبّات كده من القرنفل، وهتحطي بقى عليهم معلقة كبيرة كده من الكاري، نُص معلقة من الكركم، هتحطي رشة فلفل أسود، معلقة كده صغيرة من الملح علشان هتستخدمي مرقة دجاج لو حابة، هتحطي مكعبين مرقة دجاج أو معلقة كبيرة من مرقة الدجاج اللي هي البودر، لو مش حابة مرقة دجاج خالص يبقى هتزوّدي في الملح. أنا هنا بقى بعد ما نزلت بكيس الخلطة اللي هو الجاهز دوّة بطعم الفراخ، نزلت عليه بمعلقة كده من الملح، وهانزل عليه كمان بمعلقة صغيرة مليانة من الكاري ده نُص كيلو رز، وهانزل عليه بنُص معلقة من الكركم علشان أنا لقيت اللون فاتح، فكنت عايزة أعزّز اللون ويطلع معايا اللون الأصفر الكهرمان دوّة تمام، وكمان عشان الخلطة دي كان مكتوب عليها الكوبايتين رز وأنا كنت عاملة نُص كيلو، يعني حوالي 3 كوبايات من الرز، فزوّدت برضه بهارات من عندي علشان إيه، تعلّي التيست الطعم حلو. أنا ما حطيتش مرقة دجاج باودر علشان هي الخلطة دي فيها مرقة دجاج. هاقلّبهم بقى مع بعضيهم كده كويس زي ما أنتم شايفين، وباكون هنا مجهّزة مَيّة سخنة أو مَيّة بتغلي، وهانزل بيها بقى كده على الرز، هاقلّبهم كده تقليبة كويسة مع بعضيهم، وهاسيبهم بقى يتشرّب، بعد كده باوطّي عليه النار خالص زي طريقة الرز العادي بتاعتنا. هنا بقى جِبت الجريلا، حطيت عليها معلقة كده من الزيت، ولازم هنا الجريلا تكون سخنة جدًا والفراخ كده تعمل تِش أول ما تنزل، علشان تعلّم بقى عليها كده علامات الجريلا دي وتاخد الشكل بتاع الشوي. لو أنتِ بقى مش حابة تعمليها في جريلا، هترصي الأجنحة كلّها في صينية وتدخّليها في الفرن تشويها في الفرن تمام، بس أنا حبيت أعملها على الجريلا علشان هتدّيني نفس طعم الشوي بالضبط، كإني شاوياها برّه، وفعلًا إنِّك كنتِ تاكليها مستحيل تقولي إن دي مش مشوية برّه على الفحم، وعملنا لها بقى كل التريكات اللي تطلّعها نفس طعم الشوي، وهتشوفوا دلوقتي معايا المنظر هيبقى عامل إزاي، وإيه التريكات اللي عملناها وكمّلنا بيها كده الشوي عشان يطلع معانا حلو بالمنظر ده. سِبت بقى الفراخ هنا تتشوى معايا، وجِبت هنا كوباية كده من الزبادي، قلّبتها كويس جدًا بالشكل دوّة، قبل ما باحط عليها أي حاجة باقلبها بالشكل دوّة، وهاجيب بقى هنا خيارية كده كبيرة وابشرها كده بالشكل دوّة، الزبادي ما فيش أسهل منها، مع إنها طعمها بيبقى حلو جدًا، وبرغم كده إن هي سهلة جدًا في تحضيرها، ولا بتاخد بهارات ولا بأي حاجة، هي كل الموضوع إن إحنا هنبشر عليها الخيارية دي، وهننزل هنا بعودين نعناع أو بحبة نعناع اللي هو المجفف، النعناع بيدّي لها طعم حلو جدًا، بتبقى تحفة، وبانزل عليها هنا بشوية ملح، وبعد كده باقلّبها كده بالشكل دوّة، وكده خلاص بتبقى جاهزة معانا. هنا بقى كنت جيت للأجنحة وقلّبتها على الوش التاني، عايزة أقول لِك إن هي ما بتاخدش وقت، أخدت على كل وش حوالي دقيقتين، دقيقتين ونُص مش أكتر من كده، أول ما باحطها بتبقى النار عالية، بعد كده باهدّي النار النُص عشان ما تتحرقش معايا، وأتطمن إن هي استوت كويس من جوّه، وهي ما بتاخدش وقت خالص زي ما قُلنا. طول بقى ما هي بتتشوى أنا باخد من الخليط اللي كنت ناقعة فيه الفراخ، اللي هو التتبيلة بتاعة الشوي ديّة، باخد منها وبامسح كده بالفرشة على وش الفراخ معايا، بتدّي طعم رهيب، وكمان علشان الفراخ ما تنشفش معانا. ولو أنتِ بقى هتحطيه في صينية من في الفرن، يبقى حطّي جزء من الخلطة اللي أنتِ متبّلة فيها الفراخ على الأجنحة دخّليهم في الفرن علشان ما تنشفش معاكِ. بافضل كده بقى أقلّبهم على الوشّين لحد ما أتأكد إن الأجنحة استوت معايا، وزي ما أنتم شايفين كل ما تشرب الخلطة بتاعتها، باخد خلطة من بتاعة الشوي اللي أنا كنت ناقعة فيها الفراخ مبيّتاها فيها، وباجي ماسحة على وش الفراخ بالشكل ده. هاسيب بقى الفراخ بتاعة تستوي كويس معانا، وهنيجي هنا نعمل الدقوس، الدقوس ده حاجة خليجي بتتقدّم مع الكبسة ومع المشاوي. باجيب هنا ربع كيلو كده من الطماطم باقطّعه بالشكل دوّة، ممكن تعمليه في الكبة أو في الخلاط، وبعد كده باجيب عليهم قرن فلفل حامي، ولازم يكون فلفل حامي spicy، هي بتتقدّم spicy كده، لو مش spicy مش هيبقى لها طعم، وجبت 4 فصوص توم كده حلوين كبار، قطّعتهم شرايح بالشكل دوّة، كل حاجة بتتعمل في الكبة أو في الخلاط، يعني ما فيهاش أي تعب. نزلت هنا بحزمة كده من البقدونس، قطّعتها تقطيع كبير زي ما أنتم شايفين كده، لإنها هتتفرم كلّها في الكبة، وعليها حزمة من الكزبرة، وهانزل عليهم بعصير ليمونتين كده كبار، أو اللي هو معلقتين من عصير الليمون، وهانزل عليهم بمعلقتين كبار كده من الخل، يبقى ونزلت عليهم بنُص كوباية كده من المَيّة، وهاضربهم كويس مع بعضيهم لحد ما يبقوا بيوريه ناعمين كده بالمنظر ده، نزلت عليهم بمعلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من الملح، وبإيدوقي الملح هنا لو عايزة تزودي عن كده زودي، وقلبتهم، المفروض كنت أحطهم يتضربوا مع بعضيهم في الكبة، بس أنا نسيت أصلًا البهارات فحطيتهم بعد ما الدقوس اتضرب كده عادي يعني مش هيفرق كتير، هاقلبهم تقليبة كويسة بقى كده، هنا الرز ده خلاص كان جاهز معايا بالشكل دوّة، جبت بقى صينية التقديم ونزلت بالرز، شايفين لون الرز، وعايزة أقول لكم طعمه يا جماعة بجد تحفة، رهيب، رهيب. طبعًا زي ما قُلت لكم لو عندكم عزومة بقى استبدلوا الأجنحة بفراخ تمام، وبنفس التتبيلة اللي عملنا بيها الأجنحة اعملي بيها الفراخ، وبرضه لو حابة تشويها على الجريل هتتشوى معاكِ تطلع حلوة جدًا، بجد أكلة فظيعة رهيبة جدًا. طلّعت بقى الأجنحة وبعد كده رصّاها هنا أهوّة على الصينية زي ما أنتم شايفين الصينية تفتح النِفس. إحنا لحد هنا لسه ما خلصناش، هاقول لكم على ترِكّة حلوة جدًا هتوصّل معاكِ برضه التيست لحتّة حلوة أوي، يعني إحنا بقى عايزين ندّي الصينية بتاعتنا طعم المشاوي الأصلي بجد، تمام، جبت بقى فحمة هنا كبيرة بالشكل ده كده، ولّعت عليها النار وعملت كده طبق من الألمونيوم
الباميو، ورُحت بقى نازلة على الفحم كده بشوية من الزيت عشان بقى يطلّع البخار ده ويخلّي الرز بتاعنا كده ياخد طعم الشوي. عايزة أقول لِك طعم الرز كان آخد طعم الفحم وطعم الفراخ وكان رهيب، وغطيتهم تغطية كويسة جدًا وسِبتهم حوالي 5 دقايق، وبعد ال5 دقايق بقى رشيت على وشّهم كده بقدونس، وزي ما أنتم شايفين الأكل يفتح النِفس إزاي ما شاء الله. بجد لازم تجربوه، وأنا متأكدة إن الأكلة دي لو جربتوها هتعجبكم وهتبهركم جدًا. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.